أحيانا الحرية بلا حدود بتصير خطر، وأخيرا في دولة تحركت وأصدرت قرار بحد منها الحرية الزايدة للأطفال والمراهقين. ب10 ديسمبر سنة 2025 كانت استراليا رسميا أول دولة بتفرض قيود قانونية على استخدام السوشيال ميديا للأطفال والمراهقين تحت سن 16 بعد سلسلة من تعديلات على قانون أونلاين سيفتي أكت. أقر البرلمان الأسترالي قانون اسمه أونلاين سيفتي أمندمنت، وعلى فكرة إذا تمت المخالفة فرضت الحكومة عقوبة مالية بتوصل ل 50 مليون دولار استرالي. بس احذروا شو، العقوبة كانت على الشركات يلي سمحت دخول أطفال، مش لا على الأطفال نفسهم ولا على الأهل. كان الهدف الأساسي من هذا القانون هو حماية صحة وسلامة الأطفال والمراهقين النفسية والجسدية، ويسمحوا للأطفال بالتطور بعيدا عن مواقع مضرة لهم. بعد ما الدولة قدرت تشوف تأثير السوشيال ميديا سلبي على الأطفال مثل التنمر، تعرض لمحتوى مؤذي والإدمان على الشاشات، فكان الهدف هو الأساس لهذا القانون. برأيي السوشيال ميديا صار ضرره أكثر من نفعه مؤخرا، ولازم هيك صرامة تكون موجودة على كل الدول. صح إنه أستراليا وضعت قيود على السوشيال ميديا عن اللي بتقل أعمارهم عن 16 سنة، بس بعدهم قادرين يتصفحوا المحتوى بحرية بشرط عدم تسجيل الدخول. فهون برأيي المسؤولية صارت على الأهل أكثر من الشركات، ورقابة الأهل لأطفالهم أهم من رقابة الحكومة لهم. وطبعا مش الكل بيتبنى نفس الرأي، بعض المواطنين الإسرائيليين عارضوا هالفكرة واعتبروها قمع للحريات الرقمية، وفي أهل ما عندهم مشكلة أطفالهم يكون عندهم سوشيال ميديا بهالعمر، والبعض الآخر دعم هالقرار واعتبروا مساعدة للأهل إنه يراقبوا أطفالهم أكثر ويكونوا بحياة صحية نفسية وعقلية وحتى جسدية. وبرأيي هالقرار لازم يصير قرار عالمي وتتأثر كل الدول بهالقرار، لأنه الجيل اللي عم يطلع هلا لازم يكون سليم أخلاقيا أولا، نفسيا وجسديا ثانيا. بعد ما خبرتكم القصة ورأيي فيها، خبروني انتو شو رأيكم بالقصة.